فيلم النهارده مستوحى من قصة حقيقية للغوريلا ايفن، واللي اتولد عام 1962 في افريقيا الوسطى، وهيئة الرفق بالحيوان انقذته من الصيادين وخدته على واشنطن، وهناك عاش مع اسرة ربته وحبوه جدا، كانوا بيعتبروه زي طفل في العيلة. لكن لما حجمه كبر ابتدت تصرفاته تميل للفوضى، وعشان كده بدأت تسبب مشكلة بالنسبة للعيلة اللي بتربيه. وهنا صاحبه نقله على السيرك بتاعه، وفضل ايفن موجود في السيرك لمدة 27 سنة، لدرجة انه خطط للهروب. ولو عايز تعرف هو هرب ازاي كمل الفيديو للآخر. بيبدأ الفيلم وبنشوف ايفن وهو بيحكي قصته بنفسه، وبيقولوا ان نجم العرض في سيرك بيك توب، وان الجمهور بيجي من اكتر من 20 سنه عشان خاطره. وبعدها بيعرفنا على ماك اللي مربي ايفن، وفي نفس الوقت هو صاحب السيرك اللي موجود في المول التجاري. بعدها بيعرفنا على الحيوانات اللي موجوده في السيرك زي الارنب مورفي وكلب البحر فرانكي، وكمان الفرخه هرنياتا والكلبه الانيقه سنيكرز، والفيله ستيلا اللي بيقول انها اقدم حيوان في السيرك، وانها صديقته المفضله، وانها الاكثر هدوء وحكمه في المكان. ده غير الكلب بوب واللي كان كلب متشرد، لكن ايفن كان بيحبه جدا وبيسمح له انه يقعد معاه. وبيكمل ايفن وبيقول ان عشان هو نجم العرض بتكون فقرته هي الاخيره واللي الجمهور بيجي علشانها، وبنشوفه وهو طالع يقدم فقرته. Ivan! Watch this. بعدها بيعرفنا على جوليا بنت جورج مساعد ماك في السيرك، وبيقول انها ممكن تقعد في اي مكان، لكن جوليا دايما بتحب تقعد جنب ايفن ودايما بترسمه. وبنشوف ماك وهو واقف جنب ايفن وبيقول له ان الايراد بيقل وتقريبا مش هيكفي الايجار ولا حتى اكل الحيوانات، وانه مش عارف هيتصرف ازاي، وده بسبب ان اعداد الحضور كانت بتقل يوم بعد يوم. وبالليل بنشوف ايفن وهو بيقول لستيلا فاكره لما كنا بنعمل 3 عروض في اليوم، وبرغم كده كان بيكون لسه في ناس بره. وستيلا بتقول له انها فاكره، فبيقول لها تفتكر ان العرض بيقل بسببي؟ لكن ستيلا بتقول له ان اكيد مش انت السبب، لكن انت الوحيد اللي تقدر تصلح ده. فبيسالها ليه البشر بيحبوا يشوفوا غوريلا غضبان، وستيلا بتقول له ان البشر بيحبوا يشوفوا الحيوانات في حالات معينه، وانهم بيستمتعوا لما يشوفوا غوريلا غضبان. فبيقول لها ان ابوه كان بيقول له ان الغضب لازم يكون نادر، وانه ما ينفعش يغضب غير وهو بيحافظ على النظام او بيحذر من خطر. وبيقول لها انه في بعض الاوقات ما بيبقاش قادر يظهر غضبان. بعدها بيبص في السماء وبيقول لستيلا انا هصلح كل شيء، وستيلا بتقول له انك هتقدر تعمل كده لانك ما زلت نجم العرض. تاني يوم بيدخل ماك على ايفن وبيقول له يلا يا صاحبي نقدم عرض جامد، وبيبدا العرض وبتيجي فقره ايفن، وبيحاول ايفن لكن بدون فايده، وبيكون قاعد زعلان. لكن بتجيله جوليا وبتقول له انها جابت الوان جديده، وبتدي له الالوان القديمه بتاعتها وبتسيب له ورق عشان يلعب بيهم. وبنشوف ماك وهو متعصب على كاستيلو حارس السيرك، وبيقول له كم مره لازم اقول لك تخرج الكلب المتشرد ده، شغلتك هنا انك تخلي كل الحيوانات بتاعتنا جوه واي حيوان تاني بره. وبيروح كاستيلو عشان يخرج الكلب، لكن وهو بره بيخاف من ايفن وما بيقدرش يدخل، ويمسك ايفن الالوان وبيبقى محتار يرسم ايه، لكنه فجاه بيشوف خنفسه فبيحاول يرسمها. وبيجي الكلب بوب لكنه ما بيعرفش ايه اللي مرسوم على الورقه. وتاني يوم ماك وهو داخل بيشوف مايك، وده واحد من اللي شغالين قدام السيرك، وبيكون بيجمع حاجته وماشي، وبيحاول ماك ان هو يخليه يقعد، وبيقول له ان الشغل كده مد وجز، لكن مايك بيرفض وبيقول له ان هو هيمشي. وبيحاول ايفن تاني ان هو يجتهد في العرض لكن برضه بدون فايده، لدرجه ان ماك بيطلب من العدد القليل اللي موجود انهم يبلغوا اصحابهم يجوا السيرك. وبنشوف ماك وهو بيتكلم في التليفون وبيكون مبسوط جدا، وبيقول ان هي دي الخطوه اللي هتغير اللعبه. وبعدها بنشوف جوليا لما شافت رسمه ايفن وبتنادي على والدها وبتقول له تعالى شوف ايفن رسم ايه، وبتوري له الرسمه وبتقول له انه رسم خنفسه. وايفن بيستغرب ان جوليا عرفت هو رسم ايه، ووقتها عرف انها بتفهمه. وتاني يوم بنشوف ماك وهو سعيد جدا، وبنشوف سنيكرز وهي بتقول لبوب ان العرض النهارده اتلغى لان في حيوان جديد هيجي. وبيجري بوب يبلغ الحيوانات كلها، والكل بيبقى عايز يشوف الحيوان اللي جاي يبقى ايه. وبتوصل عربيه نقل الحيوانات وبيطلع ماك لفوق، لكن الحيوان بيضربه ويوقعه على ظهره. وهنا ماك بيستعين بستيلا وبيخرجها عشان تعرف تخرج الحيوان، وبنكتشف ان الحيوان ده هو فيله صغيره، والفيله دي اسمها روبي. وبتبتدي ستيلا انها تخرج روبي من العربيه وتنزلها، وروبي بتطمن لستيلا وبتمشي معاها. وبنشوف ماك وهو بيقول لجورج ان روبي مش بس هتقدم فقره كويسه لكن اكيد هتتصدر العرض وهتبقى النجم الاول. وهنا بيبان الحزن على ايفن. وبالليل ايفن بيحاول ينام، لكن بتيجي روبي بتساله هو انت قرد؟ فبيقول لها لا انا غوريلا. فبتقول له طب فين الغوريلا الثانيه؟ فبيقول لها ان مفيش غيري هنا. فبتقول له امال ايه ده؟ وبتشاور على عروسه على شكل قرد موجوده عند ايفن، وهو بيقول لها ان دي اسمها مش تاج، وان دي عروسه مش حقيقيه. فروبي بتقول له ليه سميتها مش تاج؟ فبيقول لها ان دي قصه طويله جدا، فبتطلب منه ان هو يحكيها لها، لكن ايفن بيقول لها انه مشغول. والكلب بوب بيقول لها ان ايفن نجم العرض، وايفن بيطلب منها تسمع كلام بوب وبيقول لها انا نجم العرض. تاني يوم في العرض بيقفلوا الستاره على ايفن قبل ما يخلص عرضه، وماك بيخلي فقره روبي هي الفقره الاخيره في العرض. والجمهور بيتفاعل مع روبي جدا لدرجه ان ماك بيحط صورتها على الاعلان بتاع السيرك، وبترجع الحياه تاني للسيرك بفضل فقره روبي. وبنشوف جوليا وهي بتكلم روبي وبتقول لها ان الناس كلها بتيجي عشان تشوفي، لكنها بتلاحظ ان ستيلا رجليها وجعها ومش قادره تقف عليها. بتنادي على والدها اللي بينادي على ماك، لكنه ما بيقدرش يعرف ايه اللي تعبها، وبيقول له انه هيجيب الطبيب البيطري بكره عشان يشوفها. بعدها بنشوف ستيلا وهي بتحكي قصه لروبي، وبتقول لها انها لما كانت صغيره في البريه وقعت في حفره، بعدها جت طفله وشافتها وبلغت اهلها، واهلها جم وساعدوها وطلعوها من الحفره. والكلب بوب بيستغرب وبيقول لها ازاي البشر عملوا كده، وستيلا بتقول له ان مش كل البشر سيئين
سيئين وان بعض البشر ممكن يفاجئوه. وهنا روبي بتسالها هل كل الحيوانات احرار في البريه؟ فستيلا بتقول لها اه. فبتسالها هل ممكن في يوم نبقى احنا كمان احرار في البريه ولا لا؟ فبتقول لها ان في اماكن قريبه زي البريه، والاماكن دي البشر عاملينها عشان تعيش فيها الحيوانات احرار. وتاني يوم جورج بيبلغ ماك ان ستيلا مش هتقدر تقدم العرض، وماك بيقول لروبي انها هتقدم العرض لوحدها. وهنا روبي بتبقى خايفه تدخل وتقدم العرض لوحدها. وبيجي وقت الفقره وروبي ما بترضاش تخرج، لكن ايفن بيقول لها انت قويه وهتقدري تعملي العرض لوحدك، والجمهور هيحبوكي لانهم جايين كلهم علشانك. فعلا بتخرج روبي وبتأدي الفقره بتاعتها، والجمهور بيتفاعل معاها وبيكون مبسوط. وبالليل بنشوف ايفن وهو زعلان على ستيلا لانها مريضه، وبيشوف روبي مش عارفه تنام، فبيسالها ليه مش عارفه تنامي؟ فبتقول له انها جعانه. وايفن بيقول لها انه هيرسم لها جزر عشان تنام، وبيرسمها فعلا وبيديها الورقه، لكن بيقول لها وعديني انك ما توريهاش لحد. واول ما بتاخد الورقه بتروح لستيلا عشان توريها لها، لكن ايفن بيقول لها سيبيها نايمه وانا هحكي لك قصه عشان تنامي. وبيحكي لها ان كان في غوريلا صغير اسمه ايفن، وانه كان بيلبس الحفاضه ويشرب اللبن في ازازه، وكان عايش مع اتنين من البشر بيعاملوه بلطف وحنيه، وكان بينام على سرير جميل وبيتعامل بكل حب، وكان بيروح معاهم كل مكان واي خروجه، كانت حياته كلها فرحه. لكن لما الغوريلا ابتدى يكبر ابتدى يعمل فوضى زيه زي اي غوريلا، لكن في حد زعل من تصرفاته وما كانش عارف ليه. فجاه قرر الحد ده انه يمشي وما يرجعش. بعدها صاحبه جابه على هنا وانطلق في السيرك ده، واعتبر السيرك ده بيته الجديد. في الوقت ده كانت روبي نامت، وستيلا بتنادي عليه بصوت ضعيف جدا بسبب المرض، وبتقول انا عايزاك توعدني بحاجه. وايفن بيسالها هي ايه؟ فبتقول انا عايزاك تعتني بروبي لاني مش هكون جنبها، وعايزاها تعيش حياه غير اللي احنا عشناها، وانها عايزاها تكون حره في مكان مفتوح مش في قفص. وبتطلب منه يوعدها انه هيساعد روبي تكون حره، وايفن بيوعدها بكده. وستيلا بتشكره وبتودعه وبعدها بتموت، والحزن بيملى المكان كله، وكل الحيوانات والبشر بيكون مليهم الحزن على ستيلا. بعدها ماك بيروح لروبي وبيقول لها دلوقتي لازم تتدربي تدريب اكتر، وده عشان تعملي الفقره لوحدك. وتاني يوم بيصحى ايفن وبيشوف ماك وهو بيحاول يدرب روبي على حركات جديده، وبتكون روبي مش مستجيبه للتمرين وتعبانه، لكن ماك بيضغط عليها حتى بعد ما جورج بيقول له يسيبها ترتاح. وايفن بيكون متضايق جدا عشان روبي، لحد ما روبي بترش ماك بالميه وبتوقع له الباروكه، فبيتضايق وبيطلع على اوضته. بعدها بنشوف ايفن وهو بيرسم رسمه، والكلب بوب بيحاول يخمن الرسمه دي لكنه ما بيعرفش. وايفن بيقول له انه مفتاح، ولو جوليا فهمت الرسمه دي هتديله المفتاح وهيخرجوا ويروحوا الغابه، ووقتها هيكونوا احرار. وهنا بتصحى روبي، وايفن بيسالها حابه تسمع قصه ولا لا. روبي بتطلب منه انه يحكي لها قصه، فبيقول لها ان كان في فيله صغيره وشجاعه، فبتقول له والفيله الصغيره دي هتتحرر؟ وايفن بيقول لها انها هتتحرر، وده لان ليها صديق قطع على نفسه وعد انه يحررها. وتاني يوم بتيجي جوليا وبتشوف الرسومات اللي رسمها ايفن، وقبل ما تكمل الرسومات بيجي ماكو بيشوف الرسومات اللي معاها، وبيجي على باله فكره عرض جديد، وهي عرض الغوريلا الرسام. وبيقول ان الفقره دي لو اتعملت هترجع لنا السيرك تاني، وبيعمل ماك دعايه كبيره لفقره الغوريلا الرسام، والخبر بينتشر في الصحافه والاعلام. وتاني يوم الاعداد بتكون كبيره جدا، وبيجي ماكو بيقول لايفن انك بقيت النجم من جديد، والناس كلها جايه عشان تشوفك وانت بترسم. لكن ايفن بيبص لروبي وبيفتكر الوعد اللي وعده لستيلا. بعدها بيخرج للعرض، وبعد ما ماك بيقدمه بيرمي القلم على الارض، وكمان بيتريق على ماك، وبيسيب العرض وبيخرج. بعدها ماك بيروح لايفن وبيعاتبه، وبيقول له ان روبي مش هتغير السيرك، وان انت الفرصه الاخيره بالنسبه لنا، وانت الوحيد اللي ممكن تنجح السيرك من تاني. وهو بيتكلم بيشوف الكلب بوب، وبينادي على كاستيلو حارس السيرك، وبيقول له لو جيت الصبح ولقيت الكلب ده جوه فانت مرفوض. وبنشوف ايفن وهو بيقول لبوب ان انا عندي خطه لكن محتاج مساعدتك، وبيبداوا فعلا الخطه، وهي ان الكلب بوب بيعض كاستيلو وبيجري على قفص ايفن، وايفن بيكون عامل نفسه نايم، فكاستيلو بيفتح الباب عشان يخش يمسك بوب. وهنا ايفن بيقف وراه، وكاستيلو بيتخض وبيقع فاقد الوعي، وايفن بياخد المفاتيح وبيفتح لكل الحيوانات وبيكسر الباب وبيطلعوا للشارع. وبعد ما بيعدوا الشارع بصعوبه بيلاقوا نفسهم اخيرا في الغابه، واول ما بيتحركوا في الغابه بيتفاجئ ايفن انها مجرد حديقه، وبيجي له احباط كبير. وقتها بيكون كاستيلو بيتصل بماك وبيقول له ان الحيوانات كلها هربت، وماك بسرعه بيجري على المكان وبيكتشف ان مفيش ولا حيوان في السيرك، فبيبص قدامه وبيتوقع انهم يكونوا راحوا الحديقه، وفعلا بيروحوا وبيلاقيهم هناك. وبيتكلم مع ايفن وبيقول له ان وجودكم هنا خطر عليكم، وان السيرك هو المكان الامن ليكم، وبيفكروا انهم مع بعض من وهو صغير. بيقدر فعلا ماك يقنعهم انهم يرجعوا للسيرك. وبعد ما بيرجعوا روبي بتطلب من ايفن انه يحكي لها عن الغابه الحقيقيه، وايفن بيقول لها انا اسف لاني ما قدرتش انفذ وعد لستيلا. لكن روبي بتطلب منه تاني انه يكلمها عن الغابه الحقيقيه، وايفن بيحكي لها انه وهو صغير كان اسمه ماد، وكان على عكس الغوريلات الصغيره اللي زيه اللي بتحب تجري وتتنطط على الشجر، لكن هو كان بيحب يلعب في الطين ويرسم بيه. وان ابوه كان بيحاول يعلمه يتصرف زي الغوريلا، لكنه كان بيحبه زي ما هو كده. وكان عنده اخت اسمها تاج، وكانت هي اقرب حد ليه، وكانوا بيحبوا يلعبوا مع بعض على طول. فروبي بتساله عن تاج اخته، فبيقول لها ان هم كانوا في الغابه في يوم وسمعوا صوت صيادين، وابوه اخده على ظهره وجري بيه وحطه على شجره في مكان عالي عشان يامنه، وابتدى يواجه الصيادين، لكنها كانت نهايته اللي شافها بعينه. ومن بعدها ما شافش حد من القطيع بتاعه ابدا. ولما جوليا جابت له العروسه دي سماها مش تاج لانها استحاله تكون تاج اخته ابدا. وهنا الكلب بوب بيقول ان البشر سيئين، لكن روبي بتعيد كلام ستيلا وبتقول له ان مش كل البشر سيئين، وان بعض البشر ممكن يفاجئوه.
وتاني يوم بنشوف روبي وهي بتستجيب للتدريبات، وبنشوف جوليا وهي بتجيب الوان ميه لايفن وبتقعد تتكلم معاه وبتقول له يا ريتني كنت اقدر اساعدك، وبتعرفه انها حاسه بيه وعارفه انهم متضايقين عشان محبوسين في اقفاص، وبتقول له انها لما بتحب تحقق حاجه بترسمها وبترسمها زي ما هي عايزاها. وبيقعد ايفن مع نفسه وبيفتكر وقت ما كان بيرسم بالطين وبيبص على الالوان اللي جابتها له جوليا، وهنا بتجيله فكره مجنونه، فبياخد الالوان وبيطلع بيها على مكان العرض وبيقفل على نفسه وبيقعد طول الليل يرسم مع نفسه ومحدش بيبقى فاهم هو بيعمل ايه. وتاني يوم بيوصل ماكو وبيكون خلاص هيبداوا العرض، وبتيجي صحفيه لماكو وبتساله عن حادثه الهروب اللي حصلت امبارح، لكنه بينكر وبيقول لها ان كل الحيوانات موجوده جوه وبخير وامان، واننا هنبدا العرض كمان 5 دقائق وهتشوفيهم بنفسك. وبيبدا العرض وبتبدا الفقرات وبيكون ايفن لسه قافل على نفسه، وبعد ما بتخلص كل الفقرات بيجي وقت فقره ايفن، وماك بيقدمه على انه الغوريلا الرسام، والستاره بتتفتح وماك بيشوف كل الناس سكتت مره واحده ومستغربين، فبيلف عشان يشوف ايه اللي وراه وبيلاقي رسمه غابه كبيره وراها ايفن، والكل بينبهر من الرسمه وبيفضل الجمهور يسقف لايفن. لكن جوليا بتشوف اللي ايفن عايز يوصله للجمهور، بتعرف انه قصده انه يكون حر في وسط الغابه، وبتبص لايفن وهو بيبص لها من ورا الرسمه، وبتروح تقول لوالدها ان ايفن يقصد انه يكون حر، لكن والدها بيقول لها حتى لو فهمت الرساله انا ما اقدرش اساعده. وجوليا بتقول له انها ممكن تساعده وبتشاور له على الصحفيه اللي موجوده، وجورج بيقول لها خلاص روحي وقولي للصحفيه اللي فهمتيه، وفعلا جوليا بتروح وبتقول للصحفيه على اللي فهمته. وتاني يوم بتصحى روبي على اصوات عاليه وبتنادي على ايفن وتصحيه، وبتكون الاصوات دي اصوات مظاهرات من اهل المدينه واللي بيطالبوا بالحريه لايفن وروبي. وروبي بتقول لايفن هم ليه بيزعقوا، وبتساله اذا كانوا زعلانين منهم، وايفن بيقول لها هم جايين يساعدونا وعايزيننا نكون احرار. وبتبتدي الاخبار كلها في المدينه تتكلم عن ايفن وروبي، وهيئه الرفق بالحيوان بتستجيب للمطالب وماك كمان ما بيعترضش، والهيئه بتوصل للمكان عشان ياخدوا الحيوانات. وروبي بتقول لايفن انها هتقول لكل الحيوانات اللي هتشوفها عن ستيلا وعن ايفن، وبتيجي الطبيبه عشان تاخد روبي، وروبي بتودع ايفن وبتمشي. Goodbye, Ivan. Goodbye, Ruby. وبيجي ماك عشان يودع ايفن وبيلاقي الكلب بوب عنده، وقبل ما بوب يهرب ماك بيقول له خليك ما تخافش، وبيدخل على ايفن وبيقول له انا عشت اجمل سنين معاك، وبيطلع صوره ليهم وهم صغيرين وبيقول له فاكر الصوره دي لما كنا في بيتنا سوا، وبيعرفوا ان دي افضل فتره كانت في حياته. وايفن بيقرب منه كانه بيعترف له بالفضل، وماك بيقول لايفن ان هو هيفتقده لكنه بيتمنى له الخير، وبعدها بيسيب ايفن وبيخرج. بعدها بيجوا الاطباء عشان ياخدوا ايفن، وبنشوف ايفن وهو بيفوق في مكان مقفول وبيخاف لما بيلاقي نفسه محبوس، لكن الطبيبه بتطمنه وبتقول له ان مش ده مكانك، مكانك هنا، وبتفتح له الباب وبنشوف ايفن وهو بيبص على الغابه لاول مره من سنين، وبيحط ايده عشان يلمس ارض الغابه، وبيبدا يخرج ويتحرك في المكان، وبيشوف اكتر من غوريلا في المكان، منهم 2 صغيرين بيلعبوا مع بعض، وبيفتكر نفسه وهو صغير مع تاج اخته. وبعدها بيسمع صوت فيلة وبيروح ناحيه الصوت، وبيفضل يجري لحد ما بيوصل لهناك، والمفاجاه انه بيلاقي روبي في وسطهم، وبيشوف الفيلة وهم بيعتنوا بيها، فبيبص للسما وبيقول روبي هنا يا ستيلا، وبيعرفها انه نفذ وعده وان روبي حره. وبيكمل ايفن حياته في الغابه. ولحد هنا بينتهي فيلم النهارده. لو عجبك الملخص ما تنساش اللايك وما تنساش تشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الملخصات الجديدة أول بأول. وأحلى سلام.